قبل ما نبدأ، عايز أسألك سؤال مهم جدا. هل ابنك فعلا كذاب ولا احنا اللي بنخلق له بيئة تخليه يختار الكذب؟ سؤال مهم جدا. اسمعني للنهاية لأن اللي هقوله دلوقتي ممكن يغير طريقة تربيتك تماما. من فترة كده في أم كلمتني وقالت إن ابنها كل يوم بيكذب وبيخبي الحقيقة ودايما بيبرر غلطه. سألتها سؤال واحد بس: يا ترى ابنك بيخاف من ايه لما يقول الحقيقة؟ الأم سكتت وفجأة فهمت. المشكلة مش في الطفل، المشكلة في الخوف اللي جواه. خليني أقول لك الحقيقة اللي ناس كتيرة جدا مش قادرة تستوعبها. الأطفال يا جماعة مش بيكذبوا علشان هم وحشين، أبدا. الأطفال بيكذبوا علشان إحنا علمناهم الكذب. علمنا الأطفال الكذب من غير ما ناخد بالنا ومن غير ما نقصد. السبب الأول الخوف من العقاب، وده سبب بنسبة 90% جميع الأطفال بتكذب بسببه. لما الطفل يغلط ويعرف إن ورا الغلط ده في زعيق وضرب وتهديد، الطبيعي إنه يكذب. السبب الثاني إنكار مشاعره، يعني لما يقول أنا خايف أو أنا زعلان أو أنا ما عملتش ده، ونرد عليه إن أنت بتقول كده ليه؟ أنت كده أكيد كذاب. احنا كده بنكسره من جوه، او احنا بنكسر جواه الاحساس بالامان، وده حقيقة. السبب الثالث وده الاهم: المبالغة لجذب الانتباه. وفي ناس كتيرة جدا ما تاخدش بالها من النقطة دي. لو الطفل مش واخد حقه من الاحتواء، بيخلق قصة علشان يحس انه مهم، يحس انه موجود. السبب الرابع الخيال الواسع، وخصوصا في سن ال4 سنوات وال7 سنوات. الطفل بيحكي اللي بيتخيله ويفتكر انه حقيقة، وده سبب مهم جدا ناخد بالنا منه. السبب الخامس تقليد الكبار. لما طفلنا يسمع الأب والأم ويقولوا كذبة بيضة، الطفل هنا بيستنتج ان الكذب حل سهل. وتعالى دلوقتي اقول لك ازاي نعلم اطفالنا الصدق. اكيد اول حاجة مش بالتهديد ولا بالمحاضرات ولا بالفضيحة. 3 خطوات بس هتعلم طفلك انه ما يكذبش. اول حاجة: خلي الحقيقة آمنة بالنسبة له. يعني قول لطفلك لو قلت الحقيقة مش هتزعلني، احنا هنحل المشكلة سوا. وكرر الجملة دي لحد ما يصدقها. تاني حاجة: امدح الاعتراف مش الغلط. يعني ايه؟ يعني لو قال الحقيقة حتى لو عمل مصيبة، قول له انا فخور انك اعترفت، وده احسن من الكذب كتير. فانت كده بتوصل له ان كده حضرتك لو كذبت ده كده غلط، ولو قلت الصدق ده كده الصح. ده بيبني عنده قيمة اسمها الصدق، اقوى من الخوف. تالت حاجة: عاقب السلوك بس مش الشخص نفسه. بدل ما تقول له انت كذاب، قول له الكذب ده غلط، لكن انا واثق انك تقدر تختار الصح. تالت حاجة: عاقب السلوك بس مش الشخص نفسه. يعني بدل ما تقول له انت كذاب، قول الكذب غلط، لكن انا واثق فيك، واثق فيك انك تقدر تختار الصح. صدقني ده بيريح الطفل نفسيا وبيخليه يصلح خطأه بدل ما يدفنه. في النهاية، قبل ما تقول على ابنك كذاب، اسأله واسأل نفسك: هل البيت ده بيستقبل الحقيقة ولا بيخفيها؟ لو فهمت الرسالة دي صدقني هتغير سلوك ابنك تماما، وهتغير علاقتكم للأفضل. شارك الفيديو، يمكن كلمة صغيرة تغير حياة عائلة كاملة.